بوادر أزمة بين هرمي السلطة الصومالية تنذر ربما بنسف كل ما بنياه في الآونة الأخيرة، إن كان قد بنيا شيئا بالفعل. هذا ما حذر منه النائب الأول للبرلمان الصومالي في كلمة أمام اجتماع البرلمان في بيدوى. الخلافات بين الرئيس عبد الله يوسف أحمد ورئيس وزرائه علي محمد غيدي ظلت قائمة منذ الأيام الأولى من تشكيل الحكومة الصومالية في نيروبي عام 2004، لكن التوتر بين الرجلين في هذه الأيام هو الأشد من نوعه في رأي الكثيرين. الأزمة تفجرت بعدما أمر المدعي العام باعتقال رئيس المحكمة العليا بتهمة اختلاس أموال الدولة، خطوة كانت محل رضا الرئيس، لكنها كانت بالنسبة لرئيس الوزراء طعنة في مقتل، في ظل ورود أنباء عن نية الرئيس تنحيته وحكومته. الصراع على النفوذ يتوج خلافات أخرى تتعلق بإبرام كل من الطرفين اتفاقيات منفردة مع شركات أجنبية للبحث والتنقيب عن النفط في الصومال، إضافة إلى إدارة المساعدات الدولية التي تتلقاها الحكومة والإيرادات الداخلية من الضرائب التي تجبيها من المطارات والموانئ. تطور الأحداث والسعي الحثيث لكل الرجلين لكسب المعركة يضع الحكومة الانتقالية التي ترزح تحت عبء الاستحقاقات الأمنية في مقديشو يضعها في موقف لا تحسد عليه. والسؤال هو: أين إثيوبيا وقواتها من الخلاف الحالي؟ هناك مصادر تشير إلى وجود مساع إثيوبية لاحتواء الأزمة وحصرها في أضيق نطاق، لكن هل ستنجح إثيوبيا هذه المرة أيضا، أم أن الأمر بات مستعصيا على الحل؟ مصائب قوم عند قوم فوائد، هذا ما يقوله لسان حال المعارضة التي نشطت في الآونة الأخيرة على الصعيدين السياسي والعسكري. ففي أسمر شكلت تحالفا سياسيا يناوئ سياسة الحكومة والوجود الإثيوبي، وفي جنوب البلاد ظهرت معسكرات للمحاكم الإسلامية ولأول مرة بعد هزيمتها نهاية العام الماضي، مؤشرات تدل بمجملها على أن الأيام القادمة في الصومال حبلى بأحداث قد يكون لها تأثير بالغ على بلد مزقته الحروب الأهلية طيلة 17 عاما.